السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ وحشتوني. معاكم قناة انا وطيوري. رجع لكم النهارده بطمنكم على الكتاكيت بتاعتي. النهارده عندهم 11 يوم او 12 يوم تقريبا. زي ما انتم شايفين الاكل والميه والعشه عايزه تتنضف. بس النهارده انا حابه اعرفكم ان انا كان عندي 36 كتكوت زي ما انتم عارفين. الكتاكيت مات منها 9 كتاكيت. 9 كتاكيت او 10 كتاكيت تقريبا. انا لسه ما عدتهمش صراحه من ساعه ما جبتهم وهم صغيرين. كل لما اجي امسكهم اتعب، الجو حر جدا، فلسه ما عدتهمش. زي ما انتم شايفين كده كتاكيت عمرهم 13 يوم او 14 يوم تقريبا. بسم الله اللهم بارك. مش مهم اللي راح مني، مهم ربنا يبارك لي في اللي موجود. طبعا انا عايزه انضف العشه، فخرجتهم بره، يعني حطيت الاكل بتاعهم بره، هم جعانين طبعا، بحيث ان هم يقدروا يخرجوا من العشه بتاعتهم. بس برضو خايفين، يعني كتكوت او اتنين، واللي بيخرج بيرجع يدخل تاني زي ما انتم شايفين كده. وده طبعا الكتكوت اللي موجود ده منهمك، فجعان، فقاعد في ال بياكل. فطبعا زي ما انتم شايفين كده انا حبيت اسيبهم يخرجوا كده زي ما انتم شايفين، عشان يسهلوا لي الوضع ان انا انضف العشه كويس. بس هم خايفين ومضطربين زي ما انتم شايفين كده، يعني اول ما بفتح عليهم العشه بيبقوا مش مرتاحين. فقررت ان انا بقى دخلت لهم الاكل تاني لما لقيتهم هم مش راضيين يخرجوا. فقررت ان انا اطمنكم على الكتاكيت بتاعتي واقول لكم ان هم كلهم بصحه كويسه. واللي راح مني هم 9 كتاكيت، واللي موجود ربنا يبارك لي فيه ويحافظ لي عليه يا رب العالمين. ان شاء الله هتابع معاكم خطوه بخطوه. اتاخرت، معلش اتاخرت عليكم في فيديوهات. انا كنت ناويه اصور يومي، بس في ظروف منعتني ان انا اصور يومي. بس حبيت اطمنكم الفراخ اهي بصحه كويسه، ما فيهاش اي مشكله. اللي ماتوا هم صغيرين. فانا مش بزعل على اي حاجه. زي ما انتم عارفين ان انا لما بجيب الكتاكيت ببقى عامله حسابي ان في جزء من الكتاكيت هيموت مني، يعني ان في جزء هيروح مني. فزي ما انتم شايفين كده بيلعبوا مبسوطين. واهم حاجه عشان تعرفي الطير بتاعك كويس او مش كويس، جوعيه جدا وحطي له الاكل. اللي هياكل هو يبقى كويس، واللي مش هياكل هيبقى فيه مشكله او تعبان او فيه مشكله. فزي ما انتم شايفين كده هم اللهم بارك كلهم بياكلوا، وانا ببقى مبسوطه ان هم بياكلوا. طبعا ال10 كيلو العلف الاولانيين اللي انا جبتهم لسه طبعا ما خلصوش، وان شاء الله لما يخلصوا واجيب تاني هعرفكم خطوه بخطوه. وهعرفكم ميزانيه الكتاكيت قد ايه، واللي ماتوا مني قد ايه، وهعمل لكم ميزانيه كامله وشامله على الكتاكيت. ان شاء الله انتظروني في الفيديوهات الجايه، بحيث ان اللي عايز يجيب دوري كتاكيت رغم الغلا اللي احنا فيه هعرفك الكتاكيت بتاعتي عن عمر يوم، عن عمر قد ايه خلصوا، وكلوا قد ايه، والتكلفه قد ايه. زي ما انتم عارفين ان انا بجيب العلف بتاعي بالشكاره. بس المره دي زي ما قلت لكم عشان العلف 23%، نسبه البروتين بتاعته 23%، الشكاره بتاعته 50 كيلو. فكتير عليا، يعني كفلوس هتبقى كتير عليا جدا، يعني هتبقى حاجه عاليه جدا. فانا قررت ان انا اجيب 10 10، يعني 10 كيلو 10 كيلو. بصراحه الراجل ادهاني بسعر الجمله، عشان انا يعني بجيب منه وعارف ان انا هكمل منه هو. فبدهاني بسعر الجمله. هو كيلو بره واقع ب27 او ب28 تقريبا، انا بجيبه ب24. يبقى كده ربنا يبارك لي فيهم ويحافظ لي عليهم. قد ايه التربيه ممتعه. كفايه ان انت بس بتقعدي تتفرجي كده على الطير بتاعك وهو قاعد وهو نايم زي ما انتم شايفين كده. شايفاهم هم بياكلوا مبسوطين. دي حاجه، دي متعه للي بيحبها. لكن اللي ما بيحبش تربيه الطير هيبقى زهقان منه. يعني انا بقول دلوقتي العشه عايزه انضفها، عايزه انضف لهم المكان، عايزه اخليهم يبقوا مبسوطين، عايزاهم يبداوا يعني يكبروا. طول ما المكان نضيف والاكل نضيف والميه نضيفه الطيرك هيكبر بسرعه. لكن لو كل ده العكس بصراحه هيضعف منك، مش هيكبر، مش هيبقى على، يعني مش، يعني انت اهم حاجه عندك ان انت تاخدي انتاج لحم وبيض. فانت لازم تراعي الطير بتاعك عشان تاخدي منه انتاج. الديوك هتطلع، الديوك هنذبحها، والبلالين هنخليها. وان شاء الله الفيديو الجاي قررت خلاص قرار نهائي ان انا هذبح الديك اللي عندي، الديك الابيض. زي ما قلت لكم ان انا مستنيه اجيب دفعه كتاكيت ويطلع منها ديوك واذبح الديك الكبير. فانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله. هذبح الديك الكبير، وان شاء الله هعمل لكم فيديو لتنظيف العشه، لان انا ناويه انضفها بمشيئه الله. هعمل لكم فيديو تنظيف العشه، وخليكم معايا لحظه بلحظه. وانتظروني في كل فيديو هتلاقوا فيه معلومات مهمه ومعلومات هتفيدكم، ودي فعلا بتبقى حاجه بكل امانه وصدق معاكم.
اتمنى فيديوهاتي تعجبكم وتنال رضاكم. اللي يعجب الفيديو يعمل لايك وشير، وانا بتشرف باي حد يشترك معايا في القناه، واللي يشترك معايا في القناه يفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. ما تنسوش في اللايك والشير، واستودعكم الله استودعه ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.